الوصفة بتاعتي النهاردة من دقيق السميد أو دقيق السيمول اللي هو بنستخدمه في البسبوسة وفي الهريسة. بس الحقيقة يعني بقدر الفوائد الكبيرة قوي بتاعة دقيق السميد، إلا إن أنا شايفاه إن هو غلبان جدا، يعني مش واخد حقه، مهضوم حقه. دقيق السميد ده بيستخرجوه من القمح الصلب، وغالبا بيتطحن بالقشر بتاعه، بنلاقي الملمس بتاعه مخرص شوية. هو مليان بالعناصر الغذائية العالية جدا، يعني قيمته في البروتين تعتبر أعلى من الدقيق. في نسبة جلوتين أعلى، في نسبة حديد كويسة جدا، في فيتامين بي اللي هو بيمد الجسم بالطاقة وبيدعم صحة الأعصاب، بيحسن المزاج، بيساعد على النمو، فهو كويس جدا بالنسبة لولادنا، خصوصا في المرحلة اللي هي يعني مرحلة المذاكرة دلوقتي والامتحانات. كمان بيقوي المناعة، عشان كده الفرنساويين هنا بيستخدموا الحلو ده، بيعملوه في فترة الشتاء أو في فترة الربيع، اللي هي التقلبات الجوية أو فرق درجات الحرارة الكبير اللي ممكن يعمل نزلات برد. الحلو ده ممكن نعمله بارد يتحط في التلاجة، وممكن ناكله وهو سخن. هم الحقيقة بيحبوه هنا ان درجة الحرارة بتبقى منخفضة، فبيحبوه سخن. كمان الطعم بتاعه طعم غير، يعني مش زي اي كوبايات حلو ممكن تاكلوها. عارفين الطعم اللي هو ما بين الناعم وما بين الطعم صوت الطيارة بس، وما بين الطعم المخرز. حاجه كده، عارفه زي ايه الاسكندريه لما بناكل البطروخ كده، حاجه مخرزه. طعمه حلو وفوائده حلوه، وانا ضايفه عليه كمان التفاح المكرمل، فعطيله قيمه غذائيه عاليه. او بصي تحس ان هو مخرز كده، لا حلو، يستاهل ان انتوا تجربوه، ويستاهل ان انتوا تدخلوا دقيق السميد في المطبخ بتاعكم على طول. تعالوا نشوف الطريقه ازاي. طريقته سهله قوي، ومقاديره برضو ما فيش اسهل منها. ادي قطعه الزبده بتاعتي، بوتاجاز على نار برضو مش عاليه، بس تدوب. حط نص التفاحه، نزود دول كمان عشان تبقى الفاكهه كويسه. قلبهم، حط حبه سكر صغيرين، يعني كده كده احنا في السيمول حاطين السكر. واحط كمان حبه قرفه صغيرين، وهقلبهم بحيث ان ما يطروش ابدا. يعني انا عايزاهم بس ايه، يتشربوا من طعم الزبده ومن طعم القرفه. مش عايزه اقول لكم ريحه القرفه ما شاء الله بتدي دفء للبيت جميل كده اهو. مجرد ما احس انهم ابتدوا يطروا، ما يطروش قوي، يعني يدخلوا في مرحله انهم ايه، يتكسروا شويه كده، على طول ارفعهم واحطهم على كوبايه القرفه بتاعتي. بصوا ما شاء الله الالوان بتاعتها كده، انا خلاص الالوان بتاعتها الذهبي في البني المكرمل، يعني حاجه كده ما شاء الله. هسيبها تبرد لغايه ما اجهز السيمول بتاعي، وبعدين ابتدي ازين بيها السيمول. اول حاجه هحط الحليب، احط عليه الشوكولاته بتاعتي. انا الشوكولاته اللي مستخدماها او بودره الكاكاو اللي مستخدماها هي متحليه اصلا، انما لو انتوا بالنسبه لكم ممكن تحطوا بودره الكاكاو العاديه وتحلوها حسب الذوق بتاعكم. واقلب، هفتح بقى ايه، ابتدي افتح النار عندي، النار ما تكونش عاليه كالمعتاد. اقلب بس لغايه ما الشوكولاته ما تدوب خالص في قلب الحليب. انا مستخدمه هنا المعادله الاولانيه، يعني انتوا ممكن تضعفوا بقى، لو فردين عايزين تعملوا كوبايتين تحطوا 2، لو 3 وهكذا. وبعدين هحط المكون الاساسي بتاعي اللي هو مكون الملك بتاعي اللي هو السيمول، يتحط اهو وبس. اقلب. السيمول عايز صبر شويه، يعني مش اقل من 3 4 دقايق مع التقليب المستمر اهو. نشوف هيوصل لفين.
بصوا بعد حوالي دقيقتين ونص ل3 دقايق تقليب ابتدى يربط. بس اهم حاجه ان انا ما اوقفش تقليب. بصوا ابتدى طالما الفقاقيع دي ابتدت تظهر، يبقى ايه الموضوع عندي كده تمام. ابتدى يربط لان دقيق السيمول في نسبه جلوتين اعلى. الجلوتين اللي هو اللي مسؤول على ان هو يعمل لي المطه في العجينه، فعلشان كده هنلاقي النتيجه بتاعته مبهره. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، اهو مش محتاج لا اختبار معلقه ولا غيره، بيعمل. اقرب لكم الصوره كده. ايوه كده تمام. شكرا يا جميل. كده اهو تمام. اوطي بس النار علشان مفيش حاجه تتحرق عندي. ايوه كده خلاص. بصوا بصوا ولا كده انا طلعته. السيمول من الحاجات اللي لازم تتحط بسرعه، يعني تتقدم او تتحط في القالب بتاعها بسرعه علشان بيربط. اهو احطه. ما ينفعش يتساب يبرد في قلب الحله اللي بنشتغل فيها. احط كده بالراحه. هوب. اكمل واوريكم النتيجه. ادي السيمول بعد ما فضيته في الكاسات. علشان ازين كوبايات السيمول بتاعتي انا هستخدم التفاح اللي انا عملته، اللي هو التفاح المكرمل بالزبده، وهستخدم سوداني. هو الحقيقه مش مجرد تزيين وبس، لا هو اكتر من انه تزيين. انا برفع القيمه الغذائيه بتاعت الحلو اللي انا بعمله، خصوصا ان هو يعني لولادنا، فما فيش اغلى منهم بالنسبه لنا. فعشان كده بحاول ادخل الفاكهه في كل حاجه، حتى لو كانت في شكل تاني، يعني مش لازم تبقى في شكل فاكهه كامله، لا بحاول اقنعها بحيث انها ايه، يبقى شكلها حلو وطعمها جديد بالنسبه لهم. انا كمان بحب استخدم قوي السكر اللي في الفاكهه، بعتمد عليه. يعني ما بحبش دايما اروح للسكر الابيض، لان هو الحقيقه هنا بيتصنف ضمن السموم البيضاء: السكر، الملح، والدقيق. استخدام الدقيق الابيض بكتره، يعني الدقيق مستحب ان احنا نستخدمه، بس نستخدمه زي عارفين زي زمان، زي اهالينا زمان. الدقيق اللي بالرده، الدقيق اللي بالشعير، اللي هو شامل القشرة كمان، واخد القشرة معاه. تعالوا كده يلا بسم الله. كده اهو هعملها على هيئة وردات، هشيلها كده عشان يبان. وادي الوردة جنبها الفروع. انا كده خلصتها، عملتها على شكل وردة. هوب يلا مش مشكلة. وفي النص حطيت السوداني، نكهة القرفة مع الشوكولاتة مع السوداني مع التفاح، يعني الأربعة يعني زي ما بيقولوا في بينهم صحوبية جامدة.